تخيل تكون راجل مكسور ومحدش شايفك وفجأة تطلب تواجه بطل العالم. دي مش قصة ملاكم، دي قصة راجل قرر يهزم الدنيا كلها بإيده. ده اللي هنعرفه في ملخصنا النهاردة. بيبدأ الفيلم بروكي وهو ماشي في الشارع وسط العمال في منطقة المصانع، وبيتكلم مع مجموعة من الناس وبيعرفون انهم هيتفرجوا على ماتش الملاكمة اللي هيلعبوا قريب وهيراهنوا عليه بفلوس كتيرة. لكن روكي بيتجاهل كلامهم وبيكمل في طريقه، ومع الوقت بيوصل لواحد من العمال اللي عليه دين لرئيس العصابة اللي بيشتغل معاه روكي. وأول لما بيشوفه بيهجم عليه وبيعرفه ان الرئيس بتاعه طلب منه يكسر صوابع ايده، ده في حالة لو رفض يدفع الفلوس اللي عليه. وبيحاول العامل يترجاه وعرفه انه مش معاه فلوس، لكن روكي اخد الفلوس اللي في جيبه وفهمه ان باقي المبلغ لازم يكون عنده بكره، والا هيكسر كل صوابعه وهينفذ كلام الرئيس بتاعه. ورغم اللي عمله روكي ده ممنوع في قوانين العصابات، بس روكي كان قلبه طيب وقرر يصبر على العامل لحد لما يدبر باقي المبلغ. وبيروح بعدها علشان يقابل رئيسه وبيديله الفلوس اللي جمعها من الناس، لكن الرئيس بيتعصب عليه وبيفهمه ان هو مش فاتح جمعيه خيريه ولازم ياخد من الناس كل الفلوس يا اما يعاقبهم زي ما هو امره. وساعتها روكي بيتضايق من كلام الرئيس جدا، بس ما بيقدرش يرد عليه لان ده كان اتفاقهم لما وافق على الشغل معاهم. وفي نفس اليوم بالليل بيلعب روكي ماتش الملاكمه بتاعه وبيدخل في قتال قوي مع المنافس اللي قدامه. ورغم ان روكي اقوى منه بس كان بيلعب من غير حماس لحد لما المنافس ضربه براسه، وده ممنوع في اللعبه. وساعتها روكي اتعصب جدا وهجم عليه بكل قوته وقدر يكسب الماتش في ثواني. وبعدها بيدخل علشان يغير هدومه وياخد الفلوس اللي كسبها من اللعبه. وكالعاده الفلوس بتكون قليله جدا، وبنعرف ان روكي حياته بسيطه خالص. الصبح بيشتغل محصل ديون مع العصابه، وبالليل بيروح صاله التدريب علشان يتمرن او يلعب ماتشات مع باقي لاعبين الدرجه الثالثه اللي هو واحد منهم. وما كانش ليه اصحاب غير صاحب واحد، والصاحب ده ما كانش بيفكر غير في مصلحته، وكان عايز روكي يتكلم مع رئيس العصابه بتاعه علشان يوافق يشتغل معاه ويكسب فلوس كتير زيه. وكالعاده في اخر كل يوم بيروح روكي للحانه اللي صديقه بولي بيسهر فيها، واول لما بيشوفه بيتكلم معاه وبيعرفه انه بقاله فتره بيروح محل الحيوانات الاليفه اللي ادريانا اخت بولي بتشتغل فيه لانه معجب بيها. ورغم كده هي مش بترد عليه ولا بتديله اي فرصه يتكلم معاه. وقتها بولي حاول يهون عليه وفهمه ان اخته محتاجه شويه وقت لانها عمرها ما اتكلمت مع راجل غريب، ومن طبيعتها انها خجوله ومش بتحب تتكلم مع الناس. ودخل على طول في الموضوع اللي بيتكلم فيه كل يوم، وطلب من روكي انه يكلم رئيس العصابه بتاعه علشان يوافق يشتغل معاه. لكن روكي برضه بيرفض كالعاده وبيفهمه ان شغلهم خطر جدا وهو مش هيقدر عليه. ولما بيمشي بولي من الحانه بيشوف روكي في التلفزيون افضل ملاكم في العالم وهو بيتكلم في الاخبار وبيقول ان هو لحد دلوقتي مش لاقي اي منافس حقيقي يقدر يدخل قدامه في الحلبه. وبيعرفهم ان الفتره الجايه هتكون كلها مفاجآت. وكان روكي متاثر جدا بكلامه لانه بالنسبه له مثله الاعلى. وتاني يوم بيجتمع بطل العالم ايبولو بكل منظمين اللعبه في امريكا وبيتكلموا بخصوص الماتش اللي هيلعبوه على بطوله العالم. وكانوا كلهم متضايقين علشان معظم اللعيبه المشهوره مصابين والباقي مش موافق يلاعب ابولو لانه اكيد هيخسر قدامه. وساعتها ابولو قرر يغير الخطه وطلب منهم يختاروا لاعب درجه ثالثه بشكل عشوائي، المهم يكون ليه اسمه قوي علشان الناس تتاثر بيه ويكسبوا فلوس كتير عن طريق الدعايه. وفعلا ابولو بيدور بنفسه في السجلات علشان يدور على اللاعب ده، وساعتها بيلاقي اسمه روكي والملقب بالحصان الايطالي. ورغم ان كل المنظمين نصحوه يختار حد تاني يكون اقوى لانه باين في السجلات انه لعيب ما قدرش يكسب اي بطوله، لكن ابولو ما كانش مهتم غير باسمه اللي هيقلب الدنيا في الصحافه والاخبار. وفي نفس اليوم بالليل بيروح روكي مع صاحبه بولي للبيت، بس اول لما ادريانا بتشوفه بتتوتر جدا وبتتضايق من اخوها لانه ما عرفهاش ان روكي جاي، وعشان بولي كان عارف ان هي كمان معجبه بيه لكن خجوله، فبيتعصب عليها وبيجبرها تخرج مع روكي في مقابله علشان تتكلم معاه ويعرفوا بعض اكتر. وبتضطر ادريانا تسمع كلامه وفعلا بتخرج مع روكي وبتقضي معاه يوم جميل بيكسروا فيه كل الحواجز اللي بينهم وبيبقوا مبسوطين جدا مع بعض. ولما بيروح روكي الصاله تاني يوم بيتفاجئ ان الكابتن بيلي بنفسه سأل عنه، ولما راح له عشان يعرف السبب اتكلم معاه الكابتن وهو متعصب وفهمه ان السيد كوبر منظم المباريات بتاع البطل ابولو طلب يقابله بنفسه لانهم محتاجين شريك للتدريب مع البطل. وساعتها استغرب روكي جدا من طريقه الكابتن في الكلام معاه وبيتعصب عليه وبيعرفه انه بيجي النادي بقاله 6 سنين وطول الفتره دي هو بيتعامل معاه بطريقه وحشه وهو نفسه يعرف السبب. وقتها الكابتن فهمه انه متضايق منه علشان عنده موهبه انه يبقى بطل في الملاكمه، ورغم كده مش منتظم فيها وكمان بيستغل قوته في الشغل مع العصابات. وبيتاثر روكي بكلامه جدا وبيسيبه وبيروح علشان يقابل السيد كوبر، ومن غير اي كلام بيعرفه روكي انه موافق يكون شريك التدريب مع البطل وانها تبقى فرصه كويسه ليه علشان يتحسن في اللعبه ويتعلم من البطل حاجات كتير. وبيتصدم لما كوبر قال له انه فهم الموضوع غلط وانهم عايزينه يبقى المنافس قدام بطل العالم ابولو. في البدايه روكي رفض العرض وفهمه ان في فرق كبير جدا بينه وبين البطل وانه حتى ما يستحقش يكون المنافس ليه، لكن السيد كوبر اكد له ان البطل بنفسه هو اللي اختاره لما شاف طريقته في اللعب وان الدنيا فرص ودي ممكن تكون فرصته الوحيده اللي هتغير حياته كلها ويتحول من مجرد ملاكم درجه ثالثه
منافس قوي قدام كل الملاكمين، ده غير كده هيكسب فلوس كتير من الماتش حتى لو خسر قدام البطل. وساعتها روكي اتحمس جدا من الفكره وقرر يوافق على العرض. ولما رجع لبوت بولي صديقه فرحت ادريانا بيه جدا وكانت فخوره بيه وهي شايفاه قدامها في الاخبار. وساعتها حس روكي ان حياته بدات تتغير فعلا من اللحظه اللي وافق فيها على العرض، وخصوصا لما رئيس العصابه بتاعه عرفه انه هيمنعه من الشغل معاه الفتره الجايه علشان يركز في التدريبات. ده كمان اداله فلوس كتير علشان يقدر يتمرن براحته. وهنا اتاكد روكي ان حياته فعلا اتغيرت لما الكابتن بيلي بنفسه راح له البيت وعرض عليه انه يكون مدير اعماله والمدرب الخاص بتاعه خلال فتره التدريب، وفضل يمدح فيه وفهمه ان هو كان واثق انه هيوصل في يوم من الايام، بس كان محتاج الفرصه. ورغم ان تدريب الكابتن ليه كانت فرصته الوحيده للفوز قدام البطل، لكن روكي اتعامل معاه بلا مبالاة وطرده من البيت. وبيتكلم مع نفسه بعدها وهو متعصب لان الكابتن كان بيرفض يدربه طول السنين اللي فاتت، ودلوقتي جاي بكل بساطه يعرض عليه انه يدربه. ده اكيد لما لقى الفرصه جات له قال اللي هو يستغلها، بس لما راجع نفسه وفهم انه فعلا ما عندوش فرصه انه يكسب من غير مدرب خرج بسرعه للكابتن واعتذر له على طريقته معاه ووافق ان الكابتن يدربه. وابتدت حياه روكي تتغير وبقى يصحى بدري كل يوم علشان يجري المسافات الطويله، وبعدها بيروح لصاحب المجزره اللي بيشتغل فيها علشان ياخد منه قطعه لحمه علشان يقدر يتغذى كويس قبل البطولة. وبتجيله ساعتها فكرة مجنونة وبيبدأ يضرب في اللحمة اللي قدامه وكأنه بيتمرن على كيس الملاكمة، وبيفضل يتدرب لحد لما بيتعب وبياخد اللحمة بتاعته وبيخرج من المكان. وبعد كل ده بيروح لصالة الملاكمة علشان يتدرب مع الكابتن اللي بيتدرب معاه لساعات طويلة على أمل إن أداؤه يتحسن ويقدر يفوز على بطل العالم. ولما بيرجع البيت بيلاقي حبيبته أدريانا مستنياه وجايبه له كلب، بتكون جايبه له الكلب ده هدية علشان يساعده في التمرين بالأخص وهو بيجري الصبح. وبيتكرر الموضوع لفترة طويلة كل يوم. بيصحى روكي من النوم بيجري مسافات طويلة وبعدها بيروح يتدرب مع صاحبه في الجزارة، وفي الآخر بيروح للصالة علشان يبدأ التدريب الحقيقي. وبيستمر الوضع على كده لحد قبل البطولة، وبيقوم وقتها روكي وبيروح لمكان الحلبة اللي هيلعب فيها قدام البطل علشان يكسر جواه حاجز الخوف والرهبة. لكن لما بيروح هناك وشاف صورته وصورة البطل حس ان لسه في فرق كبير بينهم، وفضل يتكلم مع حبيبته بإحباط وفهمها ان مفيش حد قدر يكسب البطل أبولو ولا حتى قدر يكمل معاه أكتر من 3 جولات، ولو قدرت أكمل معاه أول جولة وسمعت صوت الجرس وكنت لسه واقف على رجلي فساعتها هفهم ان اتغيرت وبقيت اقوى من الاول وهقدر اكمل للنهايه، وحتى لو خسرت في الاخر مش هزعل لاني قدرت اقف للنهايه قدام بطل العالم. وبيجي يوم المباراه وبيرحب روكي بالجمهور وهو في طريقه للحلبه، وكانت الناس كلها بتشجعه لانه بالنسبه لهم الامل الوحيد اللي عن طريقه هيصدقوا ان هم كمان قدروا يحققوا المستحيل. وبيدخل بعدها البطل ابولو بشكل استعراضي علشان يخطف قلوب الناس كالعاده، ورغم ان الموضوع كان مخيف بالنسبه لروكي لكن حاول يتصرف بلا مبالاه وكانه مش خايف منه ولا حاجه. وبعدها وقفوا الاتنين وقدموا التحية لبعض. وفي بداية أول جولة كان أبولو بيستعرض قدام روكي وكأنه بيستخف بيه وكان فاكر إن روكي ضعيف، لكن روكي كان ليه رأي تاني وبيقدر يوجه له ضربات قوية ووقعه على الأرض. في اللحظة دي صوت الجمهور علي وهم مش مصدقين إن بطل العالم وقع على الأرض لأول مرة في حياته. ده وقع بسبب ضربة لروكي، وروكي في الوقت ده كان مصدوم أكتر منهم. ده حتى أبولو هو كمان كان مصدوم علشان ما كانش متوقع إن روكي هيقدر يكمل معاه الجولة الثالثة. وقرر أبولو إنه يبطل استعراض وبدأ يقاتل بكل قوته، واستمرت جولة ورا جولة والاتنين مش عايزين يستسلموا. ومع بداية كل جولة الناس بتبقى متوقعة ان روكي هو اللي هيخسر لحد لما وصلوا لاخر جولة. واول لما بدأ روكي هجم على البطل بكل قوته وقدر يكسر ضلعه اليمين ووقعه على الارض للمرة التانية. حاول البطل ساعتها يتغلب عليه لكن روكي كان بيقاتل وكأن حياته متوقفة على المباراة دي. واول لما انتهت الجولة هتف الجمهور كله بصوت عالي وهم مش مصدقين ان الحلم بيتحقق وان واحد زي روكي قدر يصمد قصاد بطل العالم للنهاية وكمان سبب له اصابات. وفي وسط كل ده روكي كان فرحان ومش مصدق نفسه من اللي حصل رغم كل الاصابات اللي عنده، وكمان فرحان لان حبيبته كانت معاه. ولحد هنا انتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم. لو حابب تسيب لنا رايك في الكومنتات وما تنساش تشترك وتفعل الجرس. سلام.